السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرار رابطة الأندية قررت إن هي تمسك العصاية من النص. مسك العصاية من النص بإنه يخصم للنادي الأهلي الثلاث نقط بتوع مباراة الزمالك اللي ما اتلعبتش، ويلغي العقوبة بتاعت الثلاث نقط اللي في آخر الموسم، وبكده المسافة بتقرب ما بينك وبين بيراميدز بالتقريب كده هتبقى 4 نقط مش 7 يعني. فهل ده في ترضية لجمهور النادي الأهلي وترضية لكابتن محمود الخطيب؟ فبناء عليه كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته مش ما يصعدوش الأمر للفيفا، لأن الأمر لو اتصعد للفيفا هيبقى في مشكلة للجميع، بما فيهم الرابطة اللي بقالها سنتين ما بيحصلش انتخابات وأحمد دياب قاعد على الكرسي كده بدون انتخابات. يعني يعتبر حتى الآن هي لجنة غير شرعية. يعني هل القرار ده قرار خوف ولا قرار لترضية جميع الأطراف؟ وهل في اتفاق ما بين جميع الأطراف على إن ده يكون الحل ويرضى بالثلاث نقط بتوع مباراة الزمالك؟ ولو عشان لو اتخصموا الزمالك هيعمل مشكلة وهيحصل نوش وممكن يحصل شكاوي. يعني عايزين نفهم ونعرف القرار دون طلع بناء على ايه، وهل القرار دون موجود فعلا بنوده في اللائحة ولا مش موجود. هم بيعتمدوا على ان الدوري ده دوري، يعني قالوا في القرار كده ان الدوري ده دوري استثنائي وانه لازم يخلص في شهر 5 لارتباطات دولية، يعني كأس العالم. والفيفا هي اللي قايلة ان لازم كل الدوريات تكون ناهية دورياتها في شهر 5 استعداد لكأس عالم للأندية. هل اللائحة فيها البند ده؟ اللوائح فيها البند ده ولا ده محاولة للطبطبة ومسك العصاية من النص عشان خاطر نراضي الكل؟ البند التاني اللي هو المهم جدا، مهم جدا، فوز الزمالك في الكاس وفوز بيراميدز في الكاس كان من المفترض، من وجهة نظري كان من المفترض ان الزمالك هو اللي هيكسب كاس مصر وان بيراميدز ياخد الدوري على حسب التقسيمه بتاعتهم. هقابلك في النهائي واكسب انت، خد الكاس كزمالك وانا اخد الدوري وكده يبقى الحليفين اتراضوا، الحليف ده والحليف ده. بس هل بعد القرار ده طلع في وقت صعب على فكرة، هل بعد القرار ده ممكن بيراميدز يتنازل عن الكاس قدام الزمالك؟ تهيألي صعب. طب هل لو بيراميدز كسب الزمالك في الكاس هيبقى ده خيانة للعهد قدام ميدو وجمهور الزمالك ومجلس إدارته؟ ولا هيكون خلاص أنا ما ضمنتش الدوري عشان أسيب لك الكاس؟ ما هو الوضع كده، بيراميدز هيقول لك كده أنا لو كنت ضمنت الدوري كنت سبت لك الكاس، إنما بالطريقة دي كده مش هسيب لك الكاس. هل هتكون دي أول عقوبة للزمالك على اللي عمله؟ سيبوا لنا رأيكم في الكومنتات وما تنسوش اللايك والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.